بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الرزق قضية قضاء وقدر وغيب، بمعنى أنه إنسان كيكون موظف أو عنده تجارة وحاسب هو المدخول ديالو عنده كذا وكذا درهم شهريا، كيقول إذن كيبدا يبني هذا الاستنتاج هنا كيبدا الغلط. إذن ما يمكنليش ندير الدار، ما يمكنليش ندير بناء على هذا الحساب. هذا الحساب غلط يا أخي الكريم، لأنه أنت لما بديت كتستنتج ما كتستنتج شيء الحاضر، لا كتستنتج امور ديال المستقبل. خاص تكون الثقه في الله كبيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ضيقه، من همه، من كربه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهاد من والجواب ديالها كيعني الشرط، ويعني جواب الشرط فيه كيفيد في العربيه اللزوم، يعني ربي تعالى كيتعهد لك، كيعطيك العهد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واش كتكذب ربي؟ حقق الشرط اولا تجد جوابه حتما، لان من القواعد ديال اللغه انه الجواب ديال الشرط حتمي ما كيتخلفش. خاصه زياده على العربيه انه فعل منسوب لفاعل هو الله، يجعل له شكون هو رب الكون فضمن لك. ولكن تحقق الشرط الاول، لانه الشرط الاول مشروط من يتقي الله، فهل أنت من المتقين؟ أول معنى يتحقق في التقوى أن تثق بالله. إذا كتجرب ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الإيمان ديالك. نعم التجريب في الإيمان صحيح، ولكن جرب راسك أنت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. أول معنى يتحقق في التقوى أن تثق بالله. إذا كتجرب ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الإيمان ديالك. نعم التجريب في الإيمان صحيح، ولكن جرب راسك أنت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تجرب راسك؟ دخل بالتقوى إلى العمل. خسرت ماشي تراجع الله، راجع أنت، راجع نفسك وراجع نفسي. نقول إذن هاديك ومن يتقي الله ما كملتهاش مزيان، واحتما لما دير المراجعه تلقى التقابي، تلقى راسك في الساعه الفلانيه غلطت في كذا في كذا في كذا في كذا. إذن لم تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط ليس بلازم أن يتحقق المشروط، منطقي وطبيعي. ومع ذلك الله عز وجل ويعفو عن كثير بقدرته وبرحمته، واخا ما كتكملوش شيء الشرط ما كتكملوش وربي كيعطيك. والحديث الصحيح المليح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا استقيموا تقدوا ولن تحصوا، زعما ما غاديش تكملوا، واخا تستقم بدا تغلط. استقيموا ولن تحصوا، لان ربي تعالى غيقبل منك الجهد ديالك الضعيف اذا اخلصت النيه له، يقبل منك. المشكل انه النيه مدخوله، المشكل انه ما عندك الثقه بالله، مازال متردد واش الله قادر سبحانه يعطيك. إذن عندك مشكله في توحيد الربوبيه، بعد انت مازال ما عرفش الله اذا شكون هو سبحانه وتعالى. فهذا اذن امر بعدا تراجع فيه الفهم ديالك للدين، وتراجع فيه استقرار العقيده ديال الاسلام في القلب ديالك. فاذا لم تكن لك ثقه بالله في قدرته وعظمته وقدرته المطلقه الخارقه لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. توكل على الله تعالى توكل كلي،
توكل فان، كتفنى في الحقيقة ديال التوكل حتى يظن بك الجنون. ملي تكون مع الله غير خليهم يقولوا، لأنك مع الله سبحانه وتعالى تعرف من تصاحب ومن تعبد ومع من تشتغل وتتعامل. آنئذ سيتجلى لك البرهان في حياتك، وترى ببصيرة قلبك أن هذا الذي وعدك صدقك، والله لا يخلف الميعاد، لأنك صدقت الله في التوكل، وصدقت الله جل وعلا في الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا.